هل كنت تعرف إنك محتاج بس 4 دقايق علشان تخفف وجع الظهر ده؟ الوجع اللي حاسس بيه دلوقتي؟ وجع الظهر ليه أسباب كتير، غالبا بيكون مرتبط بعدم توازن في العضلات. يعني في عضلات بتكون مشدودة أكتر، جامدة متقلصة، وفي عضلات تانية بتكون أضعف. الطريقة اللي هعلموها لك دلوقتي بتخفف وجع أسفل الظهر عند 90% من الناس. يعني غالبا ده بالظبط اللي عمودك الفقري محتاجه. في التمرين ده هنشتغل على التنسيق بين العضلات اللي قدام العمود الفقري والعضلات اللي وراه. في أول تمرين هتستلقي على بطنك بشكل مريح ليك. ممكن تحط وشك على جنب، تمد دراعك لتحت أو لفوق زي ما يكون مريح ليك أكتر. وكل اللي عليك تعمله إنك تتنفس بس براحة وبهدوء، وحاول تحس بتنفسك وهو بيحرك عمودك الفقري بخفة. والتمرين التاني هتفضل في الوضع ده. بص، كوعك على الأرض، حاول تحط كوعك تحت كتفك بالظبط، مش قدام ولا ورا، حطه تحت كتفك بالظبط. بص قدامك واستنى دقيقتين في الوضع ده. ده هيساعد يحسن العلاقة بين الحجاب الحاجز وعمودك الفقري القطني. ده كمان هيساعد يطول عضلات قدام العمود الفقري، يعني هيوسع ويفتح المسافة بين كل فقرة والتانية. وكمان هيديك إحساس بالاسترخاء لأن الوضعية دي مريحة. وانت في الوضعية دي المفروض تحس ان الألم اللي في رجلك أو في المؤخرة أو في عضلة الإلية بيقرب أكتر من العمود الفقري، أو ممكن كمان تلاقيه بيقل تدريجيا في الدقيقتين دول. لو الألم بدأ يبعد عن العمود الفقري وبدأ ينزل على رجلك، توقف التمرين فورا. متفقين؟ التمرينين دول كفاية جدا علشان يخففوا وجعك. بس لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي لازم تعمل. أنا هوريك تمرين تعمله لما الوجع يخف، ولما توصل لآخر 10% من الوجع هوريك طريقة تخليك ترجع 100%، وكمان طريقة تقدر تتخلص بيها من الوجع ده تماما دلوقتي. بس افتكر ان التمرين ده تمرين متقدم، يعني لازم تكون عديت المرحلة اللي فيها الوجع شديد وقوي عشان تقدر تجرب التمرين ده. أكيد لاحظت إن احنا بنزود تدريجي واحدة واحدة مدى تمدد العمود الفقري، ودلوقتي في المرحلة الأخيرة هندي أقصى تمدد للعمود الفقري. فالمكان اللي كان فيه كوعك هتحط إيديك وحاول تخلي العمود الفقري مسترخي على قد ما تقدر، وحط القوة كلها في دراعك بس، وبعدين تمدد. مد دراعك على قد ما تقدر وبعدين ارجع. اعمل الحركة دي 10 مرات، روح لأقصى مدى وبعدين أرجع. كل مرة تطلع فيها حاول تروح أبعد شوية وبعدين أرجع. لما تعمل الحركة دي 10 مرات هتلاحظ إن الوجع ده مع التمرين هيقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما. ولو حابب تشوف فيديوهات أكتر على العمود الفقري وطرق تخفيف الألم ده، هسيب لك هنا في البطاقة قائمة تشغيل عن وجع الظهر. ودلوقتي هتضحك وتتسلى مع لقطات الأخطاء أثناء التصوير. أنا هكتفي بكده، سلام كبير وأشوفكم في الفيديو الجاي. واو، في الظهر ألم أسفل الظهر ليه أسباب كتير. وبيطول مع السحر. ده رائع. أوه. لا، أنا عايز أتكلم شوية كمان. أنت اسم قناتك أنا فكرت، أنا عايز أتكلم شوية كمان. أنا صاحب القناة كتير.